هنحط قدامكم دلوقتي صورة A وصورة B، كل واحدة بتدل على موبايل معين، وانت اختار مين فيهم الايفون ومين فيهم البيكسل. في الاختبار ده بقى ناس كتير هتعرف انهي البيكسل وانهي الايفون، بس لو ركزت في التفاصيل شوية. البورتريه دي تقريبا اكتر حاجة الناس بتستخدمها في تصوير الاشخاص، يعني تعالوا نبص مع بعض. ركز كده في العزل، ركز في التفاصيل بتاعة الحواف بتاعة الشعر، الدبس بتاع الصورة او العمق، او ركز كده على البلور اللي ورا، هل حاسه طبيعي ولا فيك؟ مين فيهم يا ترى مقنع اكتر من التاني؟ انا الصراحة حاسس ان الاتنين جامدين قوي في العزل، يمكن يعتبر فيه فرق بسيط جدا، بس اللي ملاحظه برضو ان لون البشرة في الصورة بي محمر جدا، يعني تحس الالوان ضربت منه شويه لما شغلنا وضع البورتريه، على عكس ايه بقى اللي محافظ تقريبا على لون البشره في اي وضع احنا بنستخدمه لحد دلوقتي. بس في البورتريه في نقطه محدش بياخد باله منها قوي، مش دايما احسن صوره هي اللي بتبقى ادق في العزل. في موبايل ممكن يطلع الصوره تكنيكلي صح قوي، بس التاني ممكن يطلع صوره اوفرول احلى بكتير، لانه محافظ على كل الجوانب التانيه بجانب العزل. وده يخليك تسال نفسك انت بتدور على ايه بالظبط؟ هل بتدور على عزل ما يفوتش شعرايه، ولا صوره حلوه تنزلها على الانستجرام على طول؟ هنا بقى بيبان الاختلاف الحقيقي ما بين الاتجاهين. ما تبقاش طماع بقى وتقول انك عايز الاتنين مع بعض. لو عايز تشوف باقي المقارنه هتلاقيها على القناه على اليوتيوب، ولو انت في اي منصه تانية فهتلاقي لينك الفيديو بقى في الكومنتات في البايو، يعني دور عليه هتلاقيه. اهم حاجه بس ما تنساش تعمل لايك وفولو لو بتحب التك والموبايلات والحاجات دي زي